السلام عليكم. النهارده يا امارات معانا شويه ملوخيه بقى كده، خضر لسه جايين طازه. قلت بقى اعملهم معاكم. هقول لكم ازاي بقى نقطفها كده ونغسلها ونخرطها ونخزنها وتفضل خضره معانا، وازاي نخرط اكبر كميه بدون ما تتعبي ولا تبذلي اي مجهود. ودلوقتي اول حاجة هنبدأ بيها لازم نغسل الملوخية الاول، ولما تيجي تغسليها هتغسليها بالعناقيد بتاعتها زي ما هي كده قبل ما تقطفيها. ولو انت بتشتري الملوخية العود بتاعها طويل وليها جدر من تحت وفي طينة كده، فحاولي ان انت تقصي العيدان من تحت الاول قبل ما تغسليها عشان ما تتعبكيش في الغسيل. ودلوقتي لما بتيجي تغسلي الملوخية لازم تغسليها في حاجة تكون غويطة ومليانة مية، وتغطسي الملوخية بالشكل اللي قدامك ده وتطلعي وتغسلي تاني وتطلعي لحد ما تلاقي المية نطفت قدامك والمية ما فيش فيها اي ترسبات من تحت. وبعد ما بتخلصي غسيلها بتجيبي مصفى كبيرة وتسيبي الملوخية فيها لحد ما تصفي ميتها تماما. ما عندكيش مصفى كبيرة تاخد الملوخية، ممكن تسيبيها واقفة كده، توقفيها في اي طبق كبير عندك، طبق بلاستيك كبير، لحد ما تصفي المية اللي فيها. وبعد الملوخية ما بتصفي ميتها بتجيبي شال كده عندك كبير، او مثلا بتجيبي اي قماشة قطن، بس اهم حاجة تبقى قطن عشان تقطفي الملوخية عليها، لان احنا عايزين اي نقطة مية على الورقة بتاعة الملوخية تنشف. وكمان عشان القوام بتاع الملوخية يطلع معانا مظبوط لازم تكوني مقطفاها كويس. ازاي؟ بتيجي على الوردة بتاعة الملوخية من فوق كده وتقومي شايلها على بعضها، وبعد كده الورق المتفرع ده بتاخدي الورقة بس، ما بتاخديش العود معاها الرفيع اللي تحتها، اهو بتاخدي الوردة دي كده والورقة كده بس من غير العود بتاعها. تمام كده. ودلوقتي بعد ما قطفنا كمية الملوخية اللي كانت موجودة معانا كلها، بصي بقى كده انا كنت قافله عليها بالشال عشان خاطر لو فيها اي ميه تنشف منها خالص القماشه تشربها. بصي بقى كده انا جبت الخلاط، وفي شفشق الخلاط كده هحط شويه من الملوخيه، وشويه الملوخيه اللي هتحطيهم ما تكتريش عشان ما يبقاش تقيل على الخلاط. وعشان تتفرم كويس وتمشي معانا في الخلاط هنزود لها شويه ميه. الميه دي ميه عاديه خالص من الحنفيه. واثناء ما انت بتضربيها في الخلاط لو حسيتي انها تقيله بتزودي ميه، اكنك بتضربي الطماطم بالظبط. انت لما بتيجي تضربي الطماطم وتلاقيها تقيله معاكي بتزوديها ميه. الملوخيه نفس الموضوع، بس هنا الاختلاف اننا لما نضرب الملوخيه ما بتضربهاش ضربات متواصله، لا بنضربها متقطعه، ضربات متقطعه. يعني تضربي مثلا في ثانيتين كده وتوقفي، ما تضربهاش ورا بعضها. تمام كده. وطبعا انتي بتضربيها لحد ما تبصي تلاقي المستوى بتاعها بتاع فرمها اداكي نفس مستوى المخرطة لما بتخرطي الملوخية بيها، بمعنى ان انتي بتخلي الملوخية خشنة ما تبقاش ناعمة. تمام كده. في ناس كتير بتقلق من موضوع الخلاط وناس مش حابة اصلا. انا زيكم في الاول كده، انا ما كنتش حابة موضوع الخلاط لحد ما عرفت الخطوات الصح اللي نعملها ونتبعها عشان خاطر الملوخية تطلع معانا بنفس مستوى المخرطة زي ما بنخرطها على المخرطة. فعشان ما ترغيش الملوخية منك ولا تعمل مطة قوية يبقى فيها عرق جامد، فانتي اول حاجة لازم الملوخية تبقى ناشفة معاكي، والورق بتاع الملوخية يكون ناشف ما يكونش فيه مية خالص، لان ده سبب من الاسباب اللي بيخلي الملوخية تعمل رغوة عالية في الخلاط. تاني حاجة الضرب المتقطع هو سبب من نجاحها. ليه؟ لانه كده بيخلي العرق بتاعها يعني بيديكي نفس المستوى المخرطة، لكن لما تضربي ضرب متواصل بيخلي المطة بتاعتها مطة واحدة وتبقى العرق بتاعها جامد. تمام كده. ودلوقتي شايفة المستوى بتاع الملوخية بعد ما خرطناها كده في الخلاط، شايفة بعد ما ضربناها كده في الخلاط. دلوقتي شايفة لو هي فيها رغوة كان زمانها دلوقتي الرغاوي بتاعتها مقفلة خالص على وش الملوخية، لكن عشان احنا عملناها بخطوات صح فشايفة الملوخية طالعة معاكي ما شاء الله مش مرغية خالص ازاي، وخضرة وجميلة، ومستوى الفرم بتاعها زي المخرطة بالظبط. ودلوقتي انا هعبي بقى كمية الملوخية اللي موجودة قدامنا دي، هكيسها عشان هعينها في الفريزر، وفي نفس الوقت بعد ما اخلص هعمل معاكم شوية ملوخية عشان تشوفوا مستوى عمايلها في الخلاط. ودلوقتي معايا شوية شوربة كده بيغلوا على النار،
هنزل بقى كده بشوية ملوخية من اللي احنا لسه ضاربينهم اهو من شفشق الخلاط، نازلين طازة لسه هم، يدوبك ضربناهم في الخلاط كده ونزلنا على طول اهو. شايفة ما شاء الله خضرة كده وجميلة ازاي. اديتها تقليبة بقى كده بالشوكة عشان تندمج مع الشوربة، وبعدين هسيبها لحد ما تقلب قلبة بسيطة كده، مش هسيبها تغلي كتير عشان ما تسقطش مننا. وفي الوقت ده تكوني مجهزة طشة الثوم وتنزلي بيها على الملوخية. ما شاء الله على الجمال، احلى شوية ملوخية. ونصيحة مني ليك يا أمرايا، عشان خاطر الملوخية اللي احنا دلوقتي كيسناها وهنشيلها في الفريزر تطلع معاكي مظبوطة زي اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، لما تطلعي الملوخية وهي متجمدة تسيبيها لحد ما تفك خالص، يعني تسيح خالص من التلج، وبعد كده تبدأي تطبخيها. تمام كده. ويا رب اكون افدتكم في الفيديو بتاع النهارده، واذا كنا استفدنا منه ما ننساش نحط اللايك، واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.